النهارده اتفقنا مع سان وسان نقول معلومات تفيد كل الامهات. اول حاجه هنتكلم فيها النهارده هو ازاي اأهل ابني الصغير على اول يوم في المدرسه في حياته. اول حاجه هو ان احنا قبل دخول المدرسه بشهر مثلا نبتدي نقرا له قصص او نفرجه على كرتون كلها بتتكلم على اول يوم في المدرسه وعلى نظام المدرسه وعلى شكل المدرسه وعلى هما بيعملوا ايه هناك في المدرسه دي، علشان ده هيساعده انه يتخيل هناك في ايه بالظبط اللي بيحصل وهو هيبقى بيعمل ايه هناك. تاني حاجه قبليها بقى باسبوعين نبتدي نشرح له روتين او نظام المدرسه، يعني ان احنا الاول هنصحى بدري وبعد كده هنلبس لبس المدرسه ونروح هيستقبلونا فين في المنطقه الفلانيه مثلا، وبعد كده نروح الفصول وهيبقى في بريك هنطلع ناكل وبعدين هنرجع الفصول تاني، ولما تخلص خالص انا هاجي اعدي عليك وقتك. وتالت حاجه واهم حاجه هو ان لازم ناكد عليهم ان احنا هنيجي ناخدك في اخر المدرسه كل يوم، وانت عمرك ما بتقعد هناك اكتر من الوقت اللي انت فيه هناك، او لو هتركب باص هتلاقيني قاعده مستنياك في البيت اول ما تنزل وتوصل البيت. اخر حاجه مش بنوعد ابدا بالحاجات اللي مش في ايدينا، يعني مثلا ما ينفعش اقول له انت هتروح وهتتبسط جدا وهيبقى عندك اصحاب كتير، عشان كل الحاجات دي انت ما تقدريش تتحكمي فيها. بس اللي نقدر نقوله له ان انت هتروح وهتلاقي ناس كتيره جدا زيك، وممكن تبتدي تتعرف على الناس اللي انت حاسسها ان هم شبهك وان هم ممكن يبقوا اصحابك، وبعد كده ممكن تخرجوا في حتت تلعبوا فيها مع بعض او تتبسطوا فيها. اخر حاجه احنا محتاجين نكون واخدين بالنا منها قوي ان اول يوم مدرسه ده للطفل مش بيبقى يوم كله حماس ونشاط وانبساط، لا هو بالعكس بيبقى يوم مخيف قوي، علشان كده لازم نبقى مقدرين ده قوي.